مفيش انترنت، مفيش سمارت فونز، مفيش حتى تلفزيونات. مكان ما يعرفوش اي حاجة عن اي حتة برهم، لا الحروب اللي تمت ولا الحروب اللي هتحصل ولا ايه اللي تم من الاف السنين. ايه حكاية اكتر مكان عزلة على سطح الارض، ولو عملت زيارة واحدة ليه بس ممكن تكلفك حياتك. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. في المحيط الهندي في القسم الجنوبي من جنوب شرق اقليم او مدينة البنغال في الهند بتقع اكتر مكان عزلة على سطح الارض، جزيرة سنتينيل الشمالية. جزيرة سنتينيل الشمالية اللي بدولة الهند أحد أكتر الأماكن عزلة وغرابة على مستوى العالم وعلى سطح الكرة الأرضية كلها. الجزيرة دي بتحتوي على عدد سكان من 50 ل 500 نسمة. العدد اللي اتكلمنا عنه من 50 ل 500 نسمة ده كله من السكان الأصليين، وما تمش أي اختلاط معاهم تماما نتيجة تحفظهم على اندماج بأي ثقافة أو حضارة حواليهم أو براهم. سكان الجزيرة الأصليين بيمتازوا بالطيبة وإن هم في عزلة تامة وفي حالهم تماما، مفيش أي حاجة رصدت ليهم أي نوع من أنواع العدوان على أي جزيرة مجاورة أو على بلد أو أي مواقف أو أي مشاغبات، لكن حذاري تقرب منها. لو قربت من سكان الجزيرة دي حتى لو كنت زائر سائح عادي جدا بتستمتع بالمناظر الطبيعية اللي موجودة في مكان زي المحيط الهندي في دولة زي الهند مليانة بالمناظر الطبيعية الجميلة، ده ممكن يكلفك حياتك، لأن السكان الأصليين اللي موجودين ما بيحبوش الاختلاط تماما. مفيش تلفزيونات، مفيش انترنت، مفيش تواصل، مفيش تكنولوجيا، ما يعرفوش أي حاجة عن المحيط ولا العالم الخارجي كله. وكمان من أهم مميزات جزيرة سنتينيل الشمالية إن هي بتحتوي على مجموعة نادرة جدا من النباتات والحيوانات النادرة نتيجة عدم الاختلاط بالمجتمع الخارجي تماما، لكن محدش قدر إن هو يتوصل لدراسات للحيوانات أو النباتات دي أو حتى يتواصل مع سكان الجزيرة نتيجة رفضهم التام وبرغم طيبتهم عدوانهم الشديد جدا وعنفهم تجاه أي حد يحاول إن هو يبقى دخيل على خصوصياتهم أو يندمج بمجتمعهم. حاجة مرعبة جدا جدا. ما نحاولش إن احنا نقرب من جزيرة سنتينيل الشمالية ولو حتى على سبيل السياحة. بس خلاص،